عايشه فعلا تعرف تكتسب فيه حسنات او سيئات هم 10 سنين 15 سنه. يعني لو قلنا 60 سنه او قلنا ان انت بتنام 8 ساعات، دي قد ايه من اليوم؟ تلت عمرك رايح ايه؟ نوم. 20 سنه من 60 سنه نوم في مدرستك وبعدين في جامعتك وبعدين في وظيفتك. قول 8 ساعات في اليوم، وانا بقول لك انه اكتر من كده. ادي تلت اليوم التاني، يعني 20 سنه تانيين انت ما بين دراسه وعمل. خد بالك 20 سنه. شوف ال 20 سنه دول بقى منهم قد ايه اكل وشرب، هتقعد مش عارف مع مين، هتعمل ايه، صفصفت على ايه، عايش 20 سنه. ده غير ان في اصلا 6 7 سنين في الاول انت مش دريان بحاجه، فانت عايش قد ايه. فتخيل بقى انت في الشويه دول اللي عايشهم، ولا انت الشويه اللي عايشاهم شاغل نفسك بحاجات انت مش مخلوق عشانها اصلا. لا انت مخلوقه عشان تثبتي انك محور الكون، ولا انت مخلوق عشان تكسر عين مراتك. لا مش عايشين حاجه بين الشيطان. شو يا جماعه اللفظ النبوي، ان الشيطان ايس ان يعبد في جزيره العرب، ولكن في الايه؟ في التحريش بينهم. يحرش بينك وبين صاحبك، وبينك وبين زميلك، وبينك وبين مراتك، ما بقي من قلبك لربك اللي انت اصلا عايش عشانه سبحانه وتعالى. من فترة قريبة لو كنت جيت قلت ليوسف انزل اتمرن الساعة 5:30 الصبح قبل ما تنزل الكلية، آه، كان بالنسبة لي وهم نوعا ما يعني. بس يعني اللي علمهوني التمرين ده بالذات، التمرين الصبح ده، اني ما استخسرش المجهود مهما كان قليل. التمرين اتعلمت ان انا ما استخسرش الستبس الصغيرة. الستبس الصغيرة دي اهم حاجة في الحياة. انا لو في مبدأ واحد انا هعيش بيه في حياتي وهكمل بيه، مفيش تخطيط، مفيش مش عارف تفكير، مفيش حاجة. هو الستبس الصغيرة. يعني هي في أساسيات في الشغل عموما، في الحياة عموما. أنا بشوف إن أول أساس أنت أو أنا كيوسف محتاج أمرن نفسي عليه كل يوم كل يوم، الستبس الصغيرة. إن أنا مش محتاج أعمل أكتر من خطوة واحدة بس تطلعني قدام دلوقتي. آه بس يعني ما فيش كلام تاني. باقي لي آخر شكل في التمرينة أروح أكمله. بس كده. MCQ خلصنا عشان انا مديها فيهم ايه سيكشن ده كان كيس ولا محاضره وهعيد محاضره من هنا. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. عمري ما فهمت ايه فكرة الشغف، الطاقة اللي بتجيلي بالليل لما قبل ما انام وابقى عايز، بحس كده ان في طاقة كده غريبة، يعني ان انا اخلص وانجز واعمل كده. وبرضه مش فاهم يعني الطاقة دي بتروح فين الصبح، وانا ليه مش ببقى بنفس الشغف ونفس الدماغ دي اللي بتبقى عندي بالليل. يعني حاولت الخص الموضوع في حاجتين او ثلاثة. اول حاجه اكتشفتها هو ان الوقت بالليل ده وقت ما مفيش فيه تكلفه عاليه، او مفيش فيه مخاطره، مفيش فيه ضغط، مفيش فيه توقعات عاليه، مفيش فيه مثاليه، مفيش فيه احباط. فبالتالي بحس ان انا بفكر او ان انا بنظم وانا مرتاح، وانا كده الافكار بتيجي والاهداف بتبدأ تتحط كده
بسهولة كده. بس المشكلة ودي تاني نقطة، ان في الوقت ده التفكير موجود والتفكير اوضح والذهن بيكون اصفى وكده، بس ده بيكون بشكل مؤقت مش دايم. لان الوقت ده وقت تفكير وتنظيم. اللي لاحظته انه مش بيكون وقت شغل، واني لو حطيت تاسك فمش هينفع اشتغل فيه دلوقتي بالليل. طيب هي التوقعات دي بعدين، يعني هو الذهن الصافي ده بالليل ده بيختفي فين في الصبح؟ برضه ما فهمتش. فلما حاولت ادور لقيت ان الصبح غالبا بيكون مليان بالتزامات، مليان بتوقعات عالية، مليان بأفكار يوسف المثالي اللي عاوز يخلي اليوم ده أحسن يوم في حياته. كل دي حاجات بتعمل ضغط نفسي، بتعمل عبء وحمل كده على دماغي وتفكيري. فالأوفر سينكينج بيبدأ كده يسيطر، فبتحبط بسهولة. جلد الذات بيشتغل بسهولة. الشخص او الجانب المثالي مني كيوسف بيظهر بسهولة. فبالتالي الصبح غالبا ما بيكونش فيه شغف قد ما بيكون فيه محاولات. يعني في فترة الصبح مش الوضوح هو اللي بيختفي قد ما الضغط هو اللي بيرجع تاني. يعني هو الضغط بيرجع الصبح، بيبدأ يختفي بالليل عشان ننام عادي يعني. بشكل شبه سطحي جدا يعني. فيعني لو في جملة واحدة بس هحاول احل بيها ليوسف الموضوع، هقول له ما تحاسبش نفسك على اللي قصرت فيه الصبح، وحاول تستفاد على قد ما تقدر من اللي بتفهمه بالليل. يعني ان في قاعدتين بس انا ممكن لو حاولت امشي عليهم هما اللي هينظموا يعني افكاري شويه، ومش مش هيخلوني ادخل في دوامه الاوفر ثينكينج والتوقعات العاليه والمثاليه والكلام ده. اول حاجه هي اني الوضوح اللي انا بكون فيه بالليل احاول اوفر على قد ما اقدر منه لنفس الصبح. لازم احاول افكاري تكون واضحه. عدم الوضوح هو اكتر حاجه بتغذي الخوف، المجهول. يعني الحاجه المجهوله او الحاجه اللي انا مش عارف حدودها هي اكتر حاجه بتغذي الخوف جوايا. تاني نقطه هي الستبس الصغيره، ان انا اعمل خطوه واحده بس صغيره اتحرك من خلالها احسن من 100 خطوه انا بس بفكر شغال فيهم في دماغي. يعني كل الخطوات اللي انا كيوسف برسمها في دماغي ملهاش اي 30 لازمه طالما انا مش بنفذ على ارض الواقع. بس كده. اتمنى اكون يعني قلت الافكار بشكل كويس. سلام.